اقول لكم ايه؟ عايزين تاكلوا كده فطيره كده محشيه كده وغرقانه في الجبنه، او بيتزا او حاجه سريعه كده لجوع اخر الليل، عشان ما تقفوش كتير في المطبخ ومن غير مكونات وبجد مورقه وطعمها يجنن. بجد سريعة جدا، يعني 10 دقايق ومكونات بسيطة جدا هتعملوها وبجد مشبعة جدا. اللي بتنفع بقى لجوع اخر الليل كده، لغدا سريع لعشاء سريع، وبجد بتطلع معاكم ناجحة 100% وتحفة، من غير بقى ما تعجنوا ولا تخمروا. وبجد بتطلع مورقة وفي منتهى الجمال وسهلة جدا. يلا بينا نشوف الطريقة. انا معايا هنا لف الجلاش وبيضتين وكوباية من الجبنة، اي نوع جبنة بتفضلوه، وزيتون لو اختياري لو عندكم، ورشة ملح ورشة فلفل اسود، ونص كوباية سمنة، ونص كوباية الا ربع من اللبن. معايا لف الجلاش، يعني تنفع معاكم لف الجلاش يعني من اللي هي المتقطعة دي. انا هبتدي هنا اجيب لف الجلاش كده واقطعها كده رول كده زي ما انتوا شايفينها، اخليها كده شرايط كده معايا هايل اوي. شايفين كده؟ هايل اوي. ابتدي بقى اجيب الجلاش اللي انا عملته ده، واجيب صينيه دهناها دهنه بسيطه كده من السمنه. بس هبتدي بقى اعمل الخليط اللي هنسقي بيها البيضتين، ورشه الملح والفلفل الاسود، وكوبايه اللبن، كوبايه واللبن والسمنه. وابتدي بقى اضرب الكلام اللطيف ده كله، سمنه او زبده على فكره عادي، مش حاجه يعني. هبتدي بقى ارب الكلام ده كله كده كويس، وصينية عندي مدهونة سمنة. هبتدي كده اضيف جزء كده من الخليط بتاع الجلاش اللي احنا قطعناه، وابتدي بقى اسقيه بالخليط اللي احنا عملناه ده. برضو احط جزء كده من الخليط بتاعي كويس، اتاكد ان هو اتشربه كويس قوي. وبعدين احط بقى الجبن، واتاكد ان الجبن احطها بس في النص، ما توصلش للاطراف، عشان لو وصلت الاطراف هتتحرق، وكمان هتلزق في الصينية وانا مش عايزة كده. انا بكون حريصة ان هي تبقى في النص بس بحط كمية الجبنة بتاعتي. ممكن كمان تحطوا زيتون اختياري، ممكن تحطوا فلفل الوان، بس انا كنت حابة احط جبنة بس. وببتدي بقى احط الجزء التاني من الجلاش، هايل قوي. وابتدي نفس الخطوة، هبتدي برضو اسقيها بنفس الخليط اللي انا عملته، الجزء التاني بقى من الخليط، هايل قوي. وعلى البوتاجاز ما بتاخدش معايا 10 دقايق وبتكون جاهزة. يعني انتوا لو عديتوا كده مفيش اي حاجة احنا عملناها، على نار بقى هادية، اقل سرعة، اقل درجة في النار. وهبتدي بقى احطها يعني دقيقتين بس او 3 دقايق بالكتير قوي. وهبتدي لما الاقي الاطراف بتاعتها كده احمرت، هبتدي اقلبها على الناحية التانية، هايل قوي. بتتقلب معايا بكل سهولة. وببتدي بقى اقلبها على الناحية التانية كده، تاخد برضو تحمص كده خفيف، وابتدي بقى اقلبها. شايفين بقى؟ بسم الله ما شاء الله، بتطلع في منتهى الجمال، مورقة جدا، بتبقى مقرمشة جدا من بره وطرية جدا من جوه، والجبنة بقى سايحة وغرقانة جبنة، بتبقى جميلة قوي. انتوا ممكن تحشوا اي حشوة، يعني ممكن تعملوا حشوة شاورما، حشوة لحمة مفرومة، بس يعني اقتصادية اكتر. اللي هي الجبنة بتبقى ابسط حاجة، وبجد بتبقى في منتهى الجمال ومرقة جدا ومشبعة قوي قوي قوي، وهتعجبكم ان شاء الله. لو عجبكم الفيديو واستفدتوا منه، ما تنسوش اللايك واشتراك للقناة، وفعلوا الجرس عشان يوصلكم ان شاء الله اشعار بكل الفيديوهات الجديدة اللي هنزلها. بألف هنا وشفا مقدما لكل اللي هيجربها. مع السلامة.